السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تفسير رؤية موت الحماة أم الزوج في المنام. رؤية موت الحماة في المنام يدل على قطع العلاقات معها، ورؤية حزن الرائية على وفاة أم زوجها في المنام يدل على مرورها ببعض الهموم. ومن رأت أنها تبكي على أم زوجها في الحلم بدون صوت، فالرؤية هنا تدل على خروجها من الهموم والكروب. ورؤية موت الحماة ودفنها في المنام تدل للرائية على التخلص من القيود والعوائق في حياتها. ورؤية موت الحماة ثم عودتها للحياة مرة أخرى يدل على إصلاح العلاقات معها بعد فترة من القطيعة. ورؤية أم الزوج الميتة تبكي بشدة في المنام تدل على مرور الزوج بمحنة أو ضائقة، والله أعلم. ورؤية موت الحماة وتغسلها في المنام تدل على تكفير سيئتها. ورؤية أم الزوج الميتة في الحلم مريضة يدل على حاجتها إلى الدعاء والمسامحة والعفو من الرائية. ورؤيتها ماتت مرة أخرى في المنام بعد موتها في الحقيقة يدل على مرور الزوج بأزمة صحية. التكلم مع أم الزوج الميتة في الحلم يدل للرائية على قولها كلمة حق في أمر من الأمور. ورؤية عناق أم الزوج الميتة في الحلم يدل على حسن طاعة الرائية وحسن عبادتها. أما رؤية الحماة الميتة تبكي في المنام فتدل للرائية على الفرج القريب والخروج من أزمة وضيق، هذا إذا كان البكاء بدون صوت وكان بكاء هادئ. أما إذا كان البكاء بشدة فذلك يدل على مرور الرائية ببعض الحزن والهموم. ورؤية الحماة الميتة مريضة في المنام تدل على التقصير في حقها في الدعاء وعلى حاجتها إلى المسامحة والعفو من الرائية. وتقبيل يد الحماة في المنام يدل على الانتفاع من مالها أو من إرثها بعد وفاتها. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.